علامات ظهور المهدي المنتظر. هل نحن على وشك رؤية المعجزة؟ في زمن أثقله الظلم وتاهت فيه القلوب بين الفتن، يأتي وعد السماء همسا ثم صرخة حق، رجل اختاره الله، ليس ملكا ولا نبيا، بل نور عدل يوقظ الضمائر ويمسح غبار القرون عن الحقيقة. هو الأمل حين يظن الناس أن الأمل قد مات، والفجر حين يطول الليل. إنه الإمام المهدي عليه السلام، بشارة الخلاص ووعد الله الذي لا يخلف. في عالم امتلأ بالظلم والفساد، ينتظر المؤمنون منذ قرون بشارة الخلاص على يد رجل اختاره الله ليكون نور العدل في آخر الزمان، ذلك هو الإمام المهدي عليه السلام. يقولون إنه يعيش بيننا منذ أكثر من 1000 عام، ينتظر الإذن الإلهي ليظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما، فيعيد للبشرية توازنها المفقود. الإمام المهدي هو محمد بن الحسن العسكري، آخر الأئمة المعصومين من نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في مدينة سامراء بالعراق سنة 869 ميلادية، في بيت طاهر يجمع بين النبوة والإمامة. يلقب بالمهدي المنتظر لأنه سيهدي البشرية إلى الطريق المستقيم، ويعرف أيضا بألقاب أخرى مثل صاحب الزمان وحجة الله على خلقه. روي أن والدته السيدة نرجس رأت رؤيا قبل ولادته بأن الله سيمنحها غلاما عظيما يكون سيدا في الدنيا والآخرة. وعندما ولد الإمام، نطق بالشهادة فورا قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكانت ولادته معجزة إلهية بشرت بعصر جديد سيزول فيه الظلم ويظهر نور الحق. نشأ الإمام المهدي في بيت من العلم والقداسة، وبرزت عليه علامات النبوغ منذ طفولته. تقول الروايات إنه عندما بلغ 40 يوما كان يمشي ويتحدث بلغة فصيحة كالكبار. وقد قال والده الإمام الحسن العسكري لمن استغرب ذلك: إن معاشر أهل البيت ينشأ صغيرنا سريعا، وتكتمل عقولنا في زمن يسير، إنها حكمة الله في أوليائه المعصومين. يؤمن المسلمون بأن الأئمة من آل بيت النبي محمد معصومون عن الخطأ والذنب، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والإمام المهدي واحد من هؤلاء الأطهار الذين حفظهم الله من الزلل، ليكونوا حجته على الناس، ومرشدين للأمة إلى طريق الهدى والعدل. عاش الإمام المهدي في زمن عصيب تحت حكم العباسيين الذين كانوا يخشون ولادته، لأن الأحاديث النبوية بشرت بخروجه للقضاء على الظلم. فحرص أبوه الإمام الحسن العسكري على إخفائه عن أعين الناس خوفا من القتل، فلم يعرف بوجوده إلا بعض المقربين من ثقات الشيعة الذين آمنوا بسر غيبته. بعد 5 سنوات من ولادة الإمام المهدي، استشهد والده الإمام الحسن العسكري مسموما بأيدي العباسيين. ومنذ تلك اللحظة اختفى الإمام المهدي عن الأنظار بأمر من الله تعالى، لتبدأ بذلك الغيبة الصغرى التي دامت نحو 70 عاما، كان يتواصل خلالها مع الناس عبر 4 نواب خاصين. بعد انتهاء الغيبة الصغرى، بدأت الغيبة الكبرى التي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا. في هذه المرحلة، انقطع الاتصال المباشر بين الإمام وأتباعه، لكن الروايات تؤكد أنه ما زال حياً، يشاهد الناس ولا يشاهدونه، حتى يأذن الله له بالظهور ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً. يتساءل كثيرون: كيف يعيش الإمام المهدي أكثر من 1000 سنة؟ وتجيب الروايات بأن الله تعالى مد في عمره كما مد في عمر أنبياء سابقين مثل نوح وآدم، لحكمة إلهية. فكما حفظ الله عيسى عليه السلام في السماء، حفظ الإمام المهدي في الأرض، ليكون شاهداً على البشرية حين يحين وقت ظهوره. يؤمن المسلمون أن الإمام المهدي سيظهر في آخر الزمان، وأن النبي عيسى بن مريم عليه السلام سينزل من السماء ليصلي خلفه. وهذه إشارة إلى وحدة الرسالات السماوية، وإلى أن الحق واحد مهما اختلفت الأديان. حينها سيجتمع المؤمنون على كلمة سواء،
ويبدأ عهد العدالة الإلهية في الأرض بظهور هذين القائدين العظيمين. من العلامات الكبرى قبل ظهور الإمام المهدي خروج الدجال، رجل أعور يدعي الألوهية ويفتن به الناس. يظهر في زمن يعم فيه الفقر والظلم، فيغوي البشر بخوارقه وكذبه. لكن الإمام المهدي سيواجهه بجيشه الحق، ويقضي عليه بعون الله. إنها معركة بين النور والظلام، وبين الحق والباطل، تنتهي بانتصار العدل الإلهي. تحدثت الروايات عن علامات تسبق ظهوره، منها كثرة الزلازل والمجاعات والحروب، وظهور الفساد في الأرض، وكسوف الشمس وخسوف القمر في غير أوانهما، وصيحة في السماء يسمعها كل البشر. وستنتشر الفوضى، وتختلط القيم، ويصبح الحق غريبا بين الناس، حتى يأذن الله بطلوع فجر الأمل المنتظر. تذكر الروايات أن الإمام المهدي سيظهر أولا في مكة المكرمة، بين الركن والمقام، معلنا أنه خليفة الله في الأرض. ثم يتوجه إلى الكوفة في العراق، التي ستكون عاصمة دولته العادلة. هناك يجتمع حوله المؤمنون من كل أنحاء العالم، ليبدأوا معه مرحلة جديدة يسود فيها العدل والإيمان. سيخرج الإمام المهدي ومعه جيش من المؤمنين الصادقين، وعددهم كما تقول الروايات 313 رجلاً، بعدد أصحاب بدر. وسيكون بينهم شباب وكهول ونساء من مختلف الأمم، يجمعهم الإيمان بالحق. هؤلاء الأنصار سيكونون النواة التي يبني بها الإمام دولته القائمة على التوحيد والمساواة. تصف بعض الأحاديث أن الإمام المهدي سيحمل سيف الإمام علي عليه السلام، وعصا النبي موسى، وخاتم النبي سليمان، ودرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رموز روحية تدل على أن قوته مستمدة من الأنبياء جميعاً، وأنه وارث الحكمة الإلهية التي جمعت علم الأولين والآخرين. بعد ظهوره، سيقيم الإمام المهدي دولة العدل الإلهي، حيث لا يظلم فيها أحد، وتوزع الثروات بالحق، ويعم السلام بين الأمم. سيتحقق وعد الله في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهكذا تعود الأرض لتشرق بنور الحق بعد قرون من الظلام. من أعظم آثار ظهوره أن تنتهي الحروب، ويزول الجوع، ويبنى العلم على أساس الرحمة لا الطغيان. سيتحول العالم إلى مجتمع واحد يؤمن بالله وحده، ويتبع نهج الأنبياء. حتى غير المسلمين سيهتدون حين يرون النبي عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي، فتتوحد القلوب في عبادة الخالق الواحد. قصة الإمام المهدي ليست مجرد حكاية غيبية، بل رسالة أمل خالدة. إنها وعد بأن الظلم لن يدوم، وأن الله سيبعث من يعيد للبشرية إنسانيتها. فالإمام المهدي عليه السلام هو رمز العدالة الإلهية المنتظرة، والنور الذي سيبدد ظلام العالم. سيأتي اليوم الذي ينهض فيه هذا الإمام ليقول للبشرية: أن أوان العدل.